لعشاق الرفاهية والحاجات الغريبة جبت لكم النهاردة فيديو فريد من نوعه. كل لقطة جمعتها لكم النهاردة هتسبب لكم ذهول أكتر من اللي قبلها، خصوصا لو كان شكلها جذاب واستخدامها كمان مفيد. والنهاردة جمعت لكم أجمل اختراعات ذكية مش هتصدق إنها حقيقية، ومتأكد 100% إنك هتنبهر من روعتها. فحضروا المشروب اللذيذ واستعدوا تشوفوا أغرب حاجات هتشوفها عينيكوا. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. النهر ده مش قادر اعتبره مجرد مية وخلاص. كمية الاستجمام والراحة النفسية اللي هتعيشها وانت فيه تخليه أجدع من أي دكتور نفسي. القاع دي بيبانها بتاخدك من عالم وتوديك عالم تاني. مع اني بخاف من الطيران في الهوا، بس بصراحة المنظر تحفة. هي ولا خيال؟ بس دي المفروض نوتة 3D بنقدر نعمل عليها سكتشاتنا وخططنا اليومية. أنا لو بتعامل معاملة قصرية الزرع دي مش هبقى محتاج حاجة من الدنيا. مش هقدر اوصف لكم الفن ده حبيته قد ايه. كلمة فنان قليلة على اللي عمل الفكرة دي. العصاية الريموت دي خلت فيه نسخ كتير قوي من هاري بوتر. اهي الحاجات البسيطة دي ممكن ادفع فيها اي مبلغ عشان اشتريها. مع عصاية هاري بوتر طلعت بتتعمل بسهولة اهي. احب اقدم لكم فراشة البحر، اجمل مخلوق بيعيش في المية. الراجل ده مش بس فنان وبيعرف يرسم، ده كمان استخدم شوية شعر عشان يدوله ملمس القطة. الواحد مهما شاف حاجات عجيبة مش هيشوف أعجب من قدرة ربنا سبحانه وتعالى. أنا اللحظة كده حسيت إني دخلت جوه اللوحة. ما تشيلش هم النور ولا شدة الشمس ولا حتى الستاير. الشباك ده هيحللك كل المشاكل دي. التراب اللي في عربيتك بقاله سنين أخيرا هتقدر تطلعه ببساطة. يا مزاجك يا أخي. طب أنا دلوقتي في حيرة، مش عارف أشربه ولا أفضل ألعب معاه. اهي دي احلى لعبة تلعبها مع اصحابك.
هتخليكوا كلكوا تروحوا مشحونين. انا عندي 15 كاوتش بايظين عشان ما عنديش الاختراع ده. اهو التعديل اللي اتعمل على الكلارك ده خلاه يشيل اكتر من ضعف الحمولة اللي كان بيشيلها. دي اروش حاجة شفتها للعربيات لحد دلوقتي، بس المرور لو شافك ما تزعلش من اللي هيحصل. الشماسة دي مختلفة عن الشماسات التقليدية، بس بصراحة دي أفضل بكتير. الخلاطات دي ممكن تبان لك بدائية أو مش عملية، بس صدقني قوتها هتصدمك. الكف ده أكيد مليان حنان مش طبيعي. الطاير ساب الدنيا كلها عشان يشرب منه. دايما هتلاقي أغرب الاختراعات في العالم طالعة من دول شرق آسيا. الناس دي لو روبوتات مش هيبقوا شغالين مع بعض بنفس السلاسة دي. خروجة واحدة في المكان ده وهنسى هموم الدنيا باللي فيها. طب وده حصل ازاي ده؟ هي مش المفروض ان دي رسمة على الورق ولا انا اتعميت؟ بصراحة الدبدوب من حقه يبقى مستقنيس كده، كل حاجة محتاجها في حياته موجودة في الترابيزة اللي جنبه. هي الشجرة جميلة ما قلتش حاجة، بس مش شايفين وجودها في نص الشارع كده اختبار سواقة ولا ايه؟ ايه يا عم المعاملة دي؟ الطيارة دي لو معايا هشيلها في النيش. ما شاء الله، امال انا البلاور اللي عندي بيطلع في الروح ليه؟ لو بيتك كبير وبتشيل هم الحركة الكتير فيه، الاسانسير ده هيريحك ويحقق لك احلامك. البنات ممكن تعمل اي حاجة عشان تجيب الجهاز ده. ما تشيلش هم المساحات تاني، الشماعة دي هتظبط لك هدومك وهتوفر لك مساحات كبيرة. طول عمري اسمع عن المجسمات ثلاثية الأبعاد، بس أول مرة أشوف مجسمات خماسية الأبعاد. بعشق أنا بقى الاختراعات البسيطة اللي تفتح النفس دي. Wow.
لو حد يعرف اجيب برواز زي دول منين يا ريت يكتب لي في الكومنتات. これはレンコンのでんぷんで作ったそこに焙煎強めのきな粉蜂蜜をبصراحة ببقى مبسوط قوي لما بشوف الاختراعات دي على الطريق. اهي دي من اقرب الهدايا لقلبي اللي ممكن حد يهديني بيها. طب المية دي جاية منين ولا رايحة فين؟ اللي فاهم حاجة يفهمنا الله يبارك لكم. وانا اللي كنت فرحان بالبلكونة بتاعتي عشان بتبص على الترعة. لو شفت المنظر ده وانت في البلكونة ما تفكرهاش نيازك. انا شايف ان الواحد يتمشى مع اللي بيحبه في الشارع ده احسن من مليون خروجة. طب ما تلوين الحوض طلع سهل اهو، وانا اللي كنت فاكرهم بيقعدوا يرسموا فيه. لو الضيوف بتخش عندك بالجزمة وتبوظ الشقة يبقى انت اكيد محتاج الاختراع ده. لو حد جرب يرد العربية بالطريقة دي قبل كده يا ريت يقول لنا نفعت ولا لا، عشان حاسس ان لو عملتها هبوظ الدنيا. يعني ابقى قاعد بعمل حمام وعالم البحار كله بيتفرج على القرمط. ما تشيلوش هم توزيع الورق وانتوا بتلعبوا اونو، جبتلكوا خدام هيظبط لكم القعده. الراجل ده فنان مش صنايعي، والرولة اللي فرد بيها الدهان هي اللي رسم بيها الشكل. لو ما بتحبش تخرج بالعربية لوحدك هاتلك الاختراع ده، صدقني هيسليك. دي بقى من جمالها وبساطتها 100% لازم اجربها. مش هقدر اوصف لك حجم الجمال اللي ممكن تعمله بالشمع، نصيحة مني جربها ومش هتندم. مفيش حاجة هتكمل شياكة بيتك أكتر من إنك تدخل فيه حاجات من الطبيعة. الناس اللي بتربي قطط أظن كلكم دلوقتي بتدوروا تشتروا الجهاز ده منين. من النهاردة مش هتشيل هم إنك تقفل التلفزيون قبل ما تنام تاني. ايه يا جدعان الجمال ده؟ ده على كده العسل اللي عندنا مش عسل، ده ميه بسكر.
دورين دومنا هنا وهتنسى الدنيا باللي فيها، بس اوعى الدومنا تقع منك. السرير ده ناقصه شاشة ويبقى أوضة نوم متكاملة. أنا لو جرسون أخاف أقدمها للي طالب التحلية لا يفتكرها زرعة. المطاعم الفخمة عارفة ازاي تخلي شكل أي حاجة يفتح النفس، حتى لو حتة زبدة. ده احتفال ده ولا برج ايفل بينفجر؟ بصراحة دي ما ينفعش يتقال عليها ساعة، احنا ممكن نعتبرها من الأحجار الكريمة. أنا دماغي عملت ايرور، الكوباية طلعت من غير كوباية. طب ودي هنرخصها في المرور ازاي دي؟ حتى لو الأكل طلع طعمه وحش برضه هبقى مبسوط. ما تشيلش هم الأكل في الرحلة خلاص، الاختراع ده هتحط فيه الأكل اللي يكفيك وزيادة. بصراحة حاولت كتير افهم الراجل ده بيعمل ايه بالظبط، ما فهمتش. يا ريت اللي فاهم يقول لنا في الكومنتات. مهما برضو اتطورت اشكال الفنون، هيفضل النحت اقدامهم وارقاهم. واضح ان دي واحدة من اصعب اللوح اللي اتعملت في التاريخ. ابتدى فيها وهو صغير، خلصها وهو كبير. مش قادر اتخيل نفسي لو ركبت الاختراع ده، اكيد شكلي هيموت من الضحك. نفسي في نص الصبر والفن اللي عند الناس دي. جبت لكم مصيف احلى 100 مرة من المالديف، بس الصدمة بقى انه جنبنا هنا في البحر الاحمر. اللي عارف هو فين يكتب لنا في الكومنتات. ده احسن سيت اب شفته في حياتي، اكتبها لنا يا رب احنا وكل الغلابة اللي زينا. ايه يا عم ده، احنا دخلنا ريسبشن ولا فيلم رعب؟
لو فاكر ان النوع ده من الرسم سهل، احب اقولك ان الرسمة البسيطة دي خدت اكتر من اسبوعين. في العادي محدش بيقشر التفاح، بس الراجل ده حب يستعرض مهاراته. أقدم لك المشهد الحقيقي من فيلم روبنزل. في الأول كنت مستغرب ليه حد ممكن يجمع غطيان الأزاز دي كلها، بس اتصدمت لما شفت الرسمة. المبخرة القديمة ما بقتش نافعة، احنا نجيب الاختراع ده هيقوم بالواجب. واو. ده نوع جديد من الرسم ده ولا ايه؟ انت متأكد ان ده جماد؟ انا خاف احط فيه حاجة ياخدها ويجري. كل الحاجات دي في كومودينو واحد؟ انا التسريحة عندي يا دوبك تشيل نص الحاجات دي. الحساسات دي هتخلينا نستغنى عن كوبس النور للأبد. في الأول ما كنتش فاهم ايه ده، بس طلع حفار قادر يحفر أمتار كبيرة جدا تحت الأرض. ده أشيك وأسهل باسكت زبالة شفته في حياتي. اهو الحوض ده لوحده بمقام مطبخ كامل. متخيلين كمية المجهود اللي الناس دي بتبذلها عشان المنتجات دي تتعمل؟ الجهاز ده هيخليك تعيش الطقس اللي نفسك فيه. ما اظنش ان في روف احلى من ده ممكن حد ياكل فيه. امال انا اول ما بلمسها بتفرقع عليه. انا هبقى في قمة سعادتي لو الاجواء الشتوية في مصر بقت بالمنظر ده. حتى البندق جابوله قشارة، ربنا يخليلنا ايد الهون. وروني بقى هتقشروا دي ازاي. رغم الفيو المبهر للمطعم، الا ان ادارته ما سكتتش وحبت تدلع زباينها اكتر. هو مجهود يحترم وكل حاجة، بس انا دلوقتي لو جبت البوكيه ده همشي بيه ازاي؟
لو مفاتيحك بتضيع كتير ما تشيلش هم تاني، القفل ده هيحللك المشكلة. الفيديو ده هدية لكل الرسامين، لأن من النهاردة مش هتتعب كتير تاني عشان تجيب درجة اللون المظبوطة. من النهاردة انت مش هتحتاج نجار، ده أسرع باب ممكن تعمله في حياتك ولوحدك. طب ما هي ممكن تنط من فوق عادي يا زكي. المكنة مش فارقة معايا، اللي فارق معايا ايديها اللي ما تهزتش. ما كنتش متخيل بصراحة انها هتطلع بالجمدان ده. الناس اللي ما بتحبش تقعد لوحدها، جبتلكوا حد دمه خفيف يعيش معاكوا. يخرب بيت الجمدان، البيتش باجي ده تركبه تبقى حاسس بكل لفة بيلفها. مش عارف بصراحة الاختراع ده معمول لإيه، بس لو معايا هيجيب لي جنان. أنا لو حد قدم لي الفاكهة كده هبقى مستخسر أكلها. مستحيل الخزنة دي صاحبها ما يكونش ملياردير. معرفش ايه العلاقة، بس اول ما شفت المشهد ده افتكرت كرتون الفار الطباخ. وعلى كده المصاصة دي ناكلها ولا نحطها في النيش؟ اركن الدايت على جنب دلوقتي، اموت انا في الحلويات دي. مش قادر بصراحة اعبر عن الجمال اللي قدامي ده. مع ان كمية السكر اللي فيها مهلكة، بس لو قدامي هاكلها من غير تفكير. انا عارف اني جوعتكم، بس الفيديوهات دي بصراحة بتدخل قلبي. اكيد لازم ابقى ايلون ماسك عشان ادخل المطعم ده. ايه الجمال اللي اتعمل ده؟ ده انا كنت فاكر ان البيت هيولع. الطريق ده معمول عشان ينقل الناس من جزيرة لجزيرة تانية. هي الفكرة حلوة، بس يا ترى الناس بتروح شغلها في قد ايه؟
انتوا قانون الجاذبية متشال من عندكم ولا ايه؟ عموما الناس دي دماغها وقلبها في حتة تانية. تقنيات ال 3D خلت الحفلات في حتة تانية تماما. لو الاختراع ده في البيت عندي هيحصل لي حاجة، هبقى ماشي اسقف طول الوقت زي الأهبل. أنا عمري في حياتي ما شفت ولا هشوف مكتبة أجمل من دي. مش عارف أحدد بوكيه الورد ده يتقال عليه إيه، هدية ولا عقاب. عموما الله يكون في عون اللي هيشيله. ما يغركش ان الغسالة دي قد الخلاط، هي صغيرة بس نينجا. ضرب عصفورين بحجر واحد، حيطة وشباك في نفس الوقت. ما تشيلش هم اعلاناتك تاني، لوحة واحدة من دي هتعمل الواجب وزيادة. نفسي كل الحاجات اللي في البيت عندي يبقى فيها من اللمسات الفنية دي. أول مرة أعرف هما بيلونوا الفازات إزاي. مش عارف الذكاء الاصطناعي هيودينا على فين تاني. لما هو بيلعب بالاسطوانة كده، امال في البلياردو بيعمل ايه؟ أنا شايف إنه لو قعد على الأرض أسهل. بقالي ساعة بحاول أفهم الباب ده اتعمل إزاي وبرضه مش عارف. الريشة دي بتدي المعنى الحرفي لكلمة السلام الداخلي. ايه يا عم الكنافة اللي انت عملتها دي؟ لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.